بيطلع كيميماري من الرمل وبيروح يهجم على جاري اللي بيحاول انه يوقفه، لكنه مش بيقدر بسبب قوة كيميماري، واللي بيجري على جاري لحد ما بيوقعه. بسبب الضربة جسمه بيبدأ يتكسر. في الوقت ده ليه بيروح يهجم على كيميماري، بس كيميماري بيصد هجومه وكان خلاص هيقتله، لكن فجأة جاري بيصد هجوم كيميماري على ليه. بعدها بيخرج عموده الفقري اللي بيستخدمه كسلاح وبيهجم بيه على جاري اللي بيستخدم درع الشوكاجي عشان يحميه. وفي الوقت ده كيميماري بدأ ينزف من بقه وبيكون خلاص بدأ جسمه يتعب من القتال، وآثار التعب بتبان عليه وبيستجمع قوته وبيطلع عظم ضخم من ايده وبيحاول يضرب بجاري، بس مش بيقدر انه يخترق الدرع اللي عمله جاري وعظمه بيتكسر. وجاري بيقول له انت صعبان عليا من اللي انت فيه، وانك ماشي ورا اوروتشيمارو اللي لعب في دماغك وخلاك عبد ليه. وجاري بيحول درعه لرمال متحركه اللي بتسحب كيميماري لتحت الارض لعمق كبير. وكيميماري خلاص بيكون حاسس انه في نهايته، وبيفتكر اوروتشيمارو لما قتل الكازيكاجي وكان بيتفق معاه هو وكابوتو انهم يدمروا قريه كونوها، وبيقول لنفسه انه مش هيغزل اوروتشيمارو. وبيقوم وبيستخدم تقنيه من التايجستو اسمها رأسة السراخس، وبيطلع عظم كبير جدا من تحت الارض وفي كل مكان. وجاري بيحمي نفسه هو وليه وبياخده على سحابه من الرمل وبيطيروا بيها، بس بعدها بيطير عليهم كيميماري وبيوجه ايده اللي عليها العظم ناحيه جاري وخلاص هيموته، لكن فجأة بينهار وبيكون خلاص المرض اتمكن منه وبيقع وبيموت. ناروتو في الوقت ده كله كان لسه بيجري ورا ساسكي عشان يلحقه بعد ما خرج من البرميل وطلع يجري، لحد ما بيوصل ناروتو المكان زي الكهف بيطلع منه وبيشوف تمثالين ضخمين وشلال كبير، وبيكون ساسكي مستنيه هناك على تمثال منهم وشكله متغير بسبب الختم. ساسكي بيقول لناروتو سيبني وامشي، انا خلاص اخترت طريقي. وناروتو بيفكروا بذكرياتهم مع بعض هما التلاتة كفريق، وناروتو بيقول له ليه بتعمل كده، انا بعمل كل ده عشان انقذك. بس ساسكي بيرد عليه للمره التانيه وبيقول له انا خلاص اخترت طريقي وانا ليا حريه الاختيار ده. وناروتو بيفتكر في شيكاماري وكينو وشوجي وكينجي اللي كانوا جايين عشان يرجعوه وانهم ضحوا عشان يرجعوه. وناروتو بيقول له ان في ناس ضحت بحياتها عشان ترجع، لكن ساسكي مش بيهتم وبيمشي. بيتعصب ناروتو وبيجري على ساسكي وبيمسكه وبيضربه وبيقول له ان اوروتشيمارو بيعمل كل ده عشان ياخد جسمك مش يديك القوه بدون مقابل. بيرد عليه ساسكي وبيقول له ان كل الكلام ده مش فارق معاه، وبيمسك ناروتو وبيضربه ضربه شديده بتطير ناروتو وبينزف وبيقع في الميه. وناروتو لاحظ ان ساسكي قوته بقت اكبر. بيقوم ناروتو من تاني وبيروح يهجم على ساسكي اللي بيضربه من تاني وبيوقعه في الميه. وساسكي بيقول له انا مش شايف المستقبل اللي انتوا عاوزينه، انا بدور على الماضي اللي هنتقم فيه من ايتاشي، عشان كده انا محتاج القوه اللي مش عارف اكتسبها معاكم واللي اوروتشيمارو هو اللي هيوفرها لي. ساسكي بيرجع بذكرياته انه في يوم من الايام كان قاعد بيتدرب مع اخوه وبيطلب منه انه يعلمه تقنيه الشروكين في الغابه، بس ايتاشي بيقول له انه دلوقتي مش فاضي وانه هيعلمها ليه في وقت تاني. وبياخده وبيرجع البيت وهو شايله. وفي طريقهم بيقول له ساسكي انه عاوزه يكون معاه وقت دخوله لاكاديميه النينجا وانه نفسه يكون هناك. وهم ماشيين في الطريق بيعدوا على مقر شرطه قريه كونوها وبيقفوا قدامه واللي بيكون المكان اللي بيشتغل فيه ابوهم. بيقول ايتاشي لساسكي ان عشيره الاوتشيا هي اللي اسست المقر ده عشان تحمي قريه كونوها، بس ده كان زمان قبل ما العشيره عددها يقل. وبيرجعوا للبيت وبيقعدوا مع ابوهم اللي بيقول لايتاشي انه مؤخرا بقى فخور بيه لانه خلاص حصل على رتبه التشونين، وبيقول له عشان كده انت عندك مهمه بكره وانك لو نجحت فيها هتكون من القوات الخاصه للانبو. بس ايتاشي بيقول لابوه انه مش فاضي وانه بكره هيروح مع ساسكي الاكاديميه عشان التقديم، لان لازم ان يكون في حد معاه في مراسم الدخول. فابوه بيقول له خلاص روح انت المهمه وانا اللي اروح مع ساسكي. تاني يوم بيروحوا الطلاب عشان يقدموا للاكاديميه وساسكي بيكون موجود وابوه معاه، وكل المعلمين اللي موجودين بيشكروا في ايتاشي لابوه بسبب تفوقه وانه اتخرج بعد سنه واحده بس من الاكاديميه. في الوقت ده بيحس ساسكي بانه مش هيقدر يجاري تفوق اخوه، خصوصا ان ابوه دايما مركز مع ايتاشي ومش مهتم بيه. وبيفتكر ان ابوه في يوم من الايام طلب منه انه يحضر معاه اجتماع للعشيره بس ايتاشي بيرفض. وتاني يوم وهو واخوه قاعدين مع بعض بيدخل عليهم 3 من العشيره واللي بيكونوا شغالين في شرطه كونوها مع ابوه، وبيسالوا ايتاشي ليه ما حضرتش الاجتماع اللي فات. بيقول لهم انه ما كانش فاضي وانه يحضر الاجتماع اللي جاي. وبيقولوا له ان هم بيحققوا في قضيه انتحار شخص من العشيره اسمه يوتشيها شيسوي اللي بيكون هو كمان ما حضرش الاجتماع امبارح. وبيسالوه هل يا ترى تعرف عنه اي حاجه او سمعت عنه. بيرد عليهم انه ما يعرفش حاجه عنه. بيقولوا له انهم هيحققوا في موته وانهم لقوا الورقه اللي مكتوبه دي عنده، عشان كده ابدا انت كمان وتحرف الحادثه مع الشرطه. وخلاص بيمشوا، لكن واحد منهم بيقف وبيقول له احنا شاكين انك ممكن يكون ليك يد في موته، وعشان كده بنحذرك لو قررت او فكرت تخون العشيره في يوم من الايام فهتكون دي نهايتك. وقتها بيتعصب ايتاشي وبيهجم عليهم وبيضربهم هما التلاتة. وبيوصل والده اللي بيستغرب من اللي حصل وبيزعق له. ايتاشي بيقول له انا مش هقدر افضل اعمل المهمات التافهه دي واللي مش بتضيف ليا، بالعكس دي بتقلل من مهاراتي وانا مش عاوز
عاوز اكون معاكم. في الوقت ده بيكون ساسكي واقف وشاف كل اللي حصل ومتفاجئ من تصرفات ايتاشي، وبيجي صوت ساسكي وهو بيقول لايتاشي ارجوك واقف اللي بتعمله ده. اول لما بيسمع ايتاشي صوت ساسكي من وراه فجأة بينزل على الارض وبيركع وبيتأسف ليهم، وده لانه مش عاوز اخوه يشوفه بالشكل ده، وبيعتذر عن اللي حصل وبيقول لهم انه مش هو اللي قتل شيسوي. بعدها بيمشوا الحراس وساسكي بيبص لاخوه اللي بيتفاجئ بان عينه بقى شكلها غريب وفيها نوع شرنجان مختلف عن اللي متعود عليه. من بعد اليوم ده تصرفات ايتاشي بقت غريبة، بقى مش بيعامل وبيتجاهل ساسكي وحتى ابوه، حتى لو عدى من جنبهم مش بيكلمهم. بعدها بيروح ساسكي مع ابوه اللي اخده عشان يعلمه تقنية كرة النار، بس ساسكي ما كانتش قوته كبيرة لدرجة انه كان بيعمل كرة نار ضعيفة، وبيسمع من ابوه اللي بيقول له انت مش زي ايتاشي وانت فاضلك كتير عشان توصل لمستواه. ساسكي اول لما بيسمع الكلام ده بيفضل يتدرب ايام ليل ونهار عشان يقدر انه يتقن التقنية ويخلي ابوه فخور بيه زي اخوه. وبعد اسبوع من التدريب بيقدر اخيرا انه يتقنها، وبيروح ويجري على والده عشان يقول له وبياخده معاه عشان يشوفه وهو بيعملها. وفعلا بيروح معاه والده وبيستخدم التقنية وبيطلع قوة نارية كبيرة من بقه. والاول مرة ابوه بيقول له انت نجحت وانا فخور بيك، حاول انك تطور من قدراتك اكتر واكتر وما تاخدش ايتاشي قدوة. وساسكي بيكون مبسوط جدا انه اول مرة ابوه بيشوفه بيقول له كلام زي ده. بعدها بيرجع البيت وهو بياكل بيقول لوالدته انا خايف ان والدي يكون مش شايفني وانه بس واخدني كبديل لايتاشي، وده سبب انهم ما بقوش زي الاول مع بعض. الام بتقول له ان ده مش صح وان ابوه بيحبه زي ايتاشي بالظبط، وانه طول الوقت بيتكلم عنه، بس بتقول له ان ايتاشي هو الكبير وعشان هو الكبير اكيد هيكون عنده مسؤوليات اكبر. بعدها ساسكي بيكون بيتدرب وايتاشي بيكون موجود، وساسكي بيقول له ساعدني اتعلم التقنية، بس كالعادي ايتاشي بينقذه في راسه وبيقول له وقت تاني. بعدها بيحكي ساسكي لابوه عن الشرنجان اللي شافها في عين ساسكي وان اول مرة يشوفها، فابوه بيرد عليه وبيقول له ان ده نوع خاص ومتطور من الشرنجان اسمها مانجيكو شرنجان وانها بتستخدم في ظروف معينة. وبعدها بيخرج ساسكي عشان يروح يتدرب، ولما بيرجع بيلاقي ان كل عشيرته ميتة، وبيكون هو ده اليوم اللي قتل ايتاشي فيه عشيرته. واول ما بيدخل ساسكي ويشوف امه وابوه ميتين بيلاقي اخوه مستنيه وبيستخدم عينه المانجيكو شرنجان وبيقدر انه يدخله في عالم وهمي اللي شاف فيه اخوه هو بيقتل العشيرة. فبيخاف وبيطلع يجري، لكن بيقابله اخوه اللي بيقول له انا مش هقتلك، وبيقول له عشان تقدر تستخدم مانجيكو الشرنجان زي لازم انك تقتل اعز صديق لك عندك زي ما انا ما قتلتش شيسوي، ومن بعدها هتكون تالت شخص يستخدمها من بعدي، وعشان كده انا مش هقتلك عشان تقوى وتيجي ورايا في يوم من الايام عشان تنتقم مني وتقتلني. بعدها بيفوق ساسكي وبيلاقي نفسه في المستشفى وبيكون فاكر ان كل ده كان حلم، لكن لما بيسمع الممرضات بيتكلموا عن اللي حصل بيعرف ان كل ده ما كانش حلم. وبيمشي في المستشفى وهو بيبكي وبيفتكر ذكرياته مع ابوه وامه وعشيرته، ومن يومها وهو حط في دماغه انه يدخل الاكاديميه ويقوي مهاراته وينجح عشان في يوم من الايام يروح ويقدر ينتقم ويقتل ايتاشي اخوه. وبنرجع للحاضر، ساسكي بيهجم على ناروتو بس بتطلع انها نسخه لناروتو، وبعدها ساسكي بيطلع خيوطه وبيثبت بيها ناروتو وبيستخدم تقنيه تنين النار وبيطلقها على ناروتو، بس ناروتو بيقدر انه يفك الحبل ويطلع من النار دي وبيروح عشان يهجم على ساسكي وبيفضل يديله لكمات، وساسكي بيقول له هو ده اخرك يعني. ناروتو بيوجه ليه ضربه من تاني، بس في المره دي ساسكي بيمسك ايده وبيطيره وبيقعوا من على التمثال، وساسكي وراه وبيضربوا ضربات وهم طايرين في الهواء لحد ما بيوصلوا على الارض. وبسبب قوه الضربه ناروتو بيعمل حفره في الارض، وساسكي بيقول له انا لو كنت فضلت معاكم ما كنتش هقدر ان اكون بالقوه دي. ناروتو بيقوم من تاني وساسكي بيستخدم عينه الشرنجان وناروتو بيستخدم تقنيه نسخ الظل، بس ساسكي بيهجم على النسخ وبيقدر انه يقضي عليها وبيمسك ناروتو وبيضربه وبيطلق عليه كره النار، وناروتو بيستخبى منه بس ساسكي بيستفزه وبيقول له اطلع وواجهني، وبيظهر ناروتو وبيهجم ساسكي عليه وبيضربه ضربه قويه في صدره اللي بتطيره وبتوقعه في الميه. ناروتو بيقول له انت نسيت ان احنا اصحاب، بس ساسكي بيقول لنفسه هو ده المطلوب عشان احصل على المانجيكو شرنجان. بيقوم ناروتو وبيجروا هما الاتنين ناحيه بعض وبيهجموا على بعض، بيهجموا وبياخد ساسكي كوناي من ناروتو وبيحدفها عليه، لكن ناروتو بيقدر انه يصدها بالشاركن، وبعدها ساسكي بيفعل تقنيه البرق. وعلى الناحيه التانيه ناروتو هو كمان بيستخدم تقنيه النسخ وعمل نسخه منه اللي بتساعده انه يجمع الراسنجان، والاتنين بيجروا على بعض وبيهجموا على بعض وبيضرب كل واحد منهم بالتقنيه بتاعته، وبسبب التصادم اللي حصل كل واحد منهم بيطير لورا. بعدها بينتشر الختم على جسم ساسكي وبيطلق على ناروتو مجموعه من كرات النار، وناروتو بيحاول يتفاداها. بيهجم ساسكي من تاني على ناروتو اللي بيضربه ضربه شديده، وناروتو بيفتكر طفولتهم هم في الاكاديميه لما كان بيشوف ساسكي اللي كان متفوق وانه دايما كان بيحس انه زيه انه وحيد، وانه كان نفسه ان هم يكونوا صحاب، بس للاسف ناروتو ما كانش قادر يوصل لنفس مستوى ساسكي، وده اللي خلاه مش بيحب
ساسكي لانه عارف انه فاشل وانه مش هيقدر يوصل لمستواه في يوم من الايام، بس ما ينكرش ان ده كان حافز ليه انه يشتغل على نفسه ويتدرب. بس كل ده اتغير يوم طلب من ساسكي انهم يتقاتلوا فوق سطح المستشفى، وانه كان وقتها فرحان لان ساسكي كان لاول مره بيعترف ان ناروتو خصم ليه. ناروتو بيقول له انه مش هيسمح لساسكي انه يروح لاوروتشيمارو. بيرجع ناروتو للحاضر، وساسكي وقتها كان مجهز تشوردي يضرب بيه ناروتو، بس ناروتو قدر انه يخليه يضربها في كتفه ويمسكه ساسكي من رقبته وبيحاول يخنقه، بس بتخرج الشاكرا الثعلب من ناروتو وبيبعد ساسكي عنه، والشاكرا بتتدفق وبتزيد اكتر واكتر لدرجه ان الضربه اللي اخدها بدات تشفى، وناروتو بيتحول تحول جزء للكيوبي، والساسكي مصدوم من شكل ناروتو، وبسبب القوه الميه بتتهز من قوته. وناروتو بيقول لساسكي انا مش هسمح لك انك تروح لاوروتشيمارو حتى لو اضطريت ان اكسر عظم جسمك. بيهجم ناروتو على ساسكي وبيفضل يديله ضربات كتيره وبيطير، وبينزل بضربه شديده على ساسكي اللي بتوقعه في الميه وبينزل لعمق كبير. بيخرج ساسكي من الميه وبيهجم على ناروتو باستخدام تقنيه النار، بس ناروتو مش بيهمه وبيدخل في النار وبيضرب ساسكي ضربه شديده لدرجه ان الميه بتتهز في النهر كله. ناروتو بيفضل يديله ضربات متتاليه فوق الميه وتحت الميه لحد ما بيمسكه وبيطيره على صخره والجبل بيتكسر. ناروتو بيروح له وبيمسكه، بس ساسكي بيقول له انت عمرك ما هتفهم احساس انك يكون عندك عيله وفجاه تفقدهم، لانك طول عمرك وحيد من وقت ما اتولدت. بيقعوا من على الجبل هما الاتنين، وكل واحد فيهم بيقف على جذع شجره، وناروتو بيقول له انا وحيد من يوم ما اتولدت، بس انا عندي نفس الشعور اللي انت حاسه، وحسيت ده مع اوركا اللي اعتبرته اب ليا، وحسيت بمعنى الاخ في الوقت اللي كنت بكون معاك فيه، وعشان كده لازم اوقفك. بيلبس ساسكي رباطه الجبين بتاعته، وساسكي بيقول له انت اتاخرت، وبيقول له ان الصداقه اللي ما بيننا دي انتهت، انا مش ناوي ارجع القريه. وناروتو بيساله طب بتلبس رباطه الجبين ليه ما دام مش عاوز اي رابطه ما بيننا؟ بيرد ساسكي وبيقول له انا بلبسها لانك قوي وانا محتاج قوه قريه كونوها، ولانك عارف مراره الوحده فاكيد عارف ان وجع كسر الروابط هيخليك تكون اقوى. وناروتو بيقول له انت حتى مش هتقدر تلمس رباطه الجبين بتاعي. وبيتفعل المستوى الثالث من الشرنجان عند ساسكي، وبيقول لناروتو يلا بينا نكمل اللي بدأناه، وبيستعد ساسكي انه يكمل القتال وبيهجم على ناروتو، بس ساسكي بيقدر انه يصد ضربته وبيضربه هو. وبسبب تفعيل المستوى الثالث ساسكي بيكون قادر انه يعرف تحركات ناروتو السريعه، وبيهجم ناروتو وبيصد ساسكي الهجوم وبيضربه وبيوقعه في الميه. ناروتو بيقوم وبيستخدم نسخ الظل، بس ساسكي بيقدر انه يقضي عليهم نسخه ورا الثانيه. من تاني بيستخدم ناروتو نسخ الظل بيعملهم زي حبل بيمسك بساسكي وبيضربه في الجبل، بس بيقوم وبيستخدم تقنيه تنين النار وبيطلقها على نسخ وبتتحرق. وبيجري يروح يمسك ناروتو وبينزل براسه على الصخر، وبعدها بيقع ناروتو في الميه، بس بتتدفق التشاكرا بتاعت الكيوبي جوه ناروتو، وبيقوم وبيضرب ساسكي ضربه قويه في وشه وبيقع ساسكي، والشاكرا لسه بتزيد اكتر واكتر لحد ما بيتحول شكل ناروتو. بيظهر ديل من الديول التسعه للكيوبي وبيروح يهاجم على ساسكي وبيضربه ضربات وبيطيره. ساسكي بيكون خايف من شكل قوه ناروتو وبيهاجم عليه من بعيد بكرات النار، بس ناروتو مش بيهمه وبيدخل جوه النار وبيمد ايده بالشاكرا عشان يمسك ساسكي، وساسكي بيحاول انه يهرب منها لحد ما بيمسكه وبيخبطه في الجبل. وبعدها ساسكي بيقوم بسرعه خايف منه وبيستخبى، بس ناروتو بيقدر انه يمسكه بايده اللي بتطلع من تحت الارض وبيضربه في الجبل. بعدها ساسكي بيقوم وبيفعل المستوى التاني من الختم، والرسوم بتنتشر على جسمه. في الوقت ده كاكاشي عند تسونادي في مكتبها وعرف باللي حصل لساسكي وان في فرقه خرجت عشان ترجعه. بعدها بيستخدم كاكاشي تقنيه الاستدعاء وبيستدعي مجموعه من الكلاب اللي بيطلقهم عشان يشموا ريحه ساسكي ويعرفوا مكانه فين. ساسكي بيكون خلاص فعل المستوى التاني من الختم وشكله اتحول، وناروتو بيروح يهجم عليه وبيضربه ضربه قويه وبيرميه على الجبل اللي بيتكسر، بس ساسكي بيخرج من جسمه جناحين اللي بيحوطوه وبيضرب بيهم ناروتو ضربه كبيره وبيطيره. بيقوم ساسكي وبيقول له الوادي اللي احنا فيه ده اسمه الوادي الاخير، وهنا هيخلص قتالنا الاخير وههزمك. ناروتو بيقوم وبيجهز راسنجان. على الناحيه التانيه ساسكي هو كمان بيجهز التشوردي، وبيهجموا على بعض بقوه كبيره، لكن التشوردي بتسيب ناروتو في صدره، والراسنجان مش بتسيب ساسكي غير في رباطه الجبين بتاعه، وبيقع ناروتو على الارض مغمى عليه. وبسبب القوه الكبيره الناتجه من التصادم بينهم بيحصل انفجار كبير، وبيقرب ساسكي من ناروتو في الوقت ده، وبتقع منه رباطه الجبين جنب ناروتو، وبيفتكر ذكرياتهم سوا وبيرفض انه يقتله وبيمشي وبيسيبه. بعدها بيوصل كاكاشي والكلب بتاعه وبيشوفوا ناروتو اللي بياخده وبياخد رباطه الجبين بتاع ساسكي، وكاكاشي بيقول لي باكل كلب انا مش مصدق ان ساسكي وناروتو اتقاتلوا في المكان ده. الوادي الاخير المكان اللي دارت فيه معركه بين مؤسسين قريه كونوها الاوائل. وبياخد كاكاشي ناروتو وبيمشي، وساسكي بيفتكر كلام اخوه انه لازم يقتل اعز اصدقائه الا مش هيقدر يحصل على القوه دي، بس بيقول انه عمره ما يعمل كده وانه هيكسب القوه بطريقته هو
مش بطريقة ايتاشي. بعدها بيظهر واحد من تحت الارض بيكون شكله غريب، واللي بيكون من منظمة الاكاتاسكي واللي كان مراقب قتال ناروتو وساسكي من البداية. بيفوق ناروتو وكاكاشي بيبلغوا ان الفريق في المستشفى دلوقتي وانهم بيتعالجوا، وان شيكامارو وكينو اصابتهم خفيفة، لكن اللي حالتهم كانت خطيرة تشوجي وكينجي، وان شيزوني بتحاول في علاج كينجي. وفي الوقت ده ابو شيكامارو كان بيساعد تسونادي في علاج شوجي عن طريق انه عمل علاج ووصفة طبية من العشيرة بتاعته. وفعلا ساندي بتعالج شوجي، وشيزوني بتروح لها وبتقول لها انها عالجت كينجي خلاص. وشيكامارو بيكون حزين ان الفريق اتصاب اصابات خطيرة وحاسس انه قائد فاشل، بس ابوه بيقول له مفيش حاجة اسمها فشل، وانك المفروض تتعلم من اللي حصل، ولو فعلا معتبرهم اصحابك فكر ازاي تكون قائد مجتهد عشان تقدر تحميهم. تسونادي بتيجي وبتبلغهم ان الكل بقى بخير وان ناروتو وصل المستشفى. بعدها بيروح شيكامارو عشان يطمن عليه، وساكورا بتدخل عشان تشوف ناروتو وبيقول لها انا اسف اني ما رجعتش ساسكي، بس اوعدك اني مش هسيبه واني هرجعه في يوم من الايام وهرجعه مره تانية. وبعدها بيدخل عليه جرايا عشان يطمن عليه وبيقول له انه لازم يختفي ويروح معاه عشان يدربه، خصوصا انه عرف انه منظمه الاكاتاسكي هيسعوا خلفه، وبيقول له عشان كده انا هكون معلمك وهاخدك ادربك لمده 3 سنين عشان تقدر انك تواجههم. وناروتو بيقول له انه هيروح ورا ساسكي، بس جرايا بيقول له ما تقلقش، اوروتشيمارو مش هيقدر انه ينتقل لجسم ساسكي الا لما ينهار الجسم اللي انتقل ليه دلوقتي. ده مش بيحصل غير كل 3 سنوات، يعني مش هيقدر ينتقل لجسم ساسكي الا بعد 3 سنين. وانا شايف انك تنسى ساسكي لانه خلاص ما بقاش صاحبك، لان مفيش صاحب بيأذي وبيعمل في صاحبه كده، وان ساسكي شبه اوروتشيمارو والظلام بيحيط بيهم، ومن المستحيل انه يرجع القرية من تاني. وبيفتكر جرايا نفس السيناريو لما اوروتشيمارو خانه ومشي وساب القرية، وجرايا بيقول لنفسه انا مش عاوز ناروتو يمر بنفس اللي مريت بيه. ناروتو بيقول له انه عمره ما هيسيب صاحبه حتى لو ده معناه انه هيتدرب لوحده. وجرايا بعدها بيقول له لما تخرج من المستشفى تعالالي وهنفكر في الموضوع ده. في الوقت ده ساسكي بيكون خلاص وصل وفي طريقه عشان يشوف اوروتشيمارو. على الناحية التانية منظمة الاكاتاسكي بيجتمعوا لأول مرة بعد 7 سنين بعد خروج اوروتشيمارو منها، وبيتفقوا في الاجتماع انهم يقتلوا اوروتشيمارو خصوصا بعد انضمام ساسكي ليه، وانهم قدامهم 3 سنين لحد ما يحصلوا على ناروتو، والوقت ده هيكون كفاية ان قوة الكيوبي تكون قويت. بترجع الحياة طبيعية من تاني، وساكورا بتروح لتسونادي وبتطلب منها انها تكون المعلمة بتاعتها وتعلمها ازاي تتقن التقنيات العلاجية. بعدها بيروح ناروتو مع جرايا عشان يبدأوا رحلتهم عشان يتدربوا بعد ما اقنعوا، والجونين اصحابهم كينو وتشوجي والليو والتاماري وكينجي وهيناتا قرروا انهم يطوروا من مهاراتهم ويتدربوا لحد ما يرجع ناروتو تاني للقرية عشان يقدروا يجاروا قوته، لانه ساعتها هيكون قوي جدا. وجاري وكانكورو وتنتن بيودعوهم وبيرجعوا لقريتهم من تاني، وناروتو بينطلق مع جرايا في رحلتهم، وهو في الطريق بيعدي من قدام تمثال الهوكاج الرابع وبيرفع ايده وعينه كلها حماس وبيقول له راقبني. ولحد هنا بيخلص الانمي الجميل بتاعنا النهارده، واستنونا في انمي جديد، وشكرا على حسن المتابعة.